مرحبا متابعينا. اليوم هنسوي وياكم الكبة. كبة المقلية. نحتاج برغل ولحم للحشو، لحم وبصل وشوية جوز، وعندنا هنا البوتيتة راح نحطها ويا البرغل، والبهارات ملح وفلفل وبهارات مشكلة وكمون. هسه أول شي نحط الزيت، نص كاسة زيت، نحط البصل، نحط هنا عندنا البصل، هنا حطينا كل الكمية، شوية يذبل البصل وبعدين نخلي عليه اللحم. هنا نسوي مجال بالشكل ونحط اللحم. ننزل شوية شوية. أنا هنا عندي اللحم يعني مو جامد، ما يعني مغسول ونظيف تازة، فما أحتاج يعني أحمسه أول مرة، فحمسته ورا ما حمست البصل. هنا أحمس فيه كله بهالطريقة إلى أن ينزل كل السوائل اللي موجودة باللحم والبصل. هسه نخليه تنشف المي مالته، ونجي نسوي العجينة مالت الكبة. أول شي نجيب كاسة برغل، هاي كاسة ثانية من نفس الكاسة، ناخذ بيها مي فايرة، واحدة، كاسين ونص، وإذا تحتاج نحط بعد. بس نقلبها ونتركها إلى أن تنقع مدة نص ساعة ونشتغل بيها. هسه تركنا ذيك الكبة المقلية. هسه نجي نسوي وياكم كبة جريش. نحتاج كوبين من الجريش، وكوب برغل، وياها نحط 3 كاسات مي. طبعا هي الحشوة واحدة بس تختلف، هاي كبة جريش يعني سلق، وهذيك كبة قلا. هنا نقلبها وهمينا نتركها لمدة نص ساعة ونشتغل بيها. هاي عندنا هنا نشفت المي، نبدي هسه نحط ملح، راشودة مال شاي ملح، نص راشودة فلفل أسود، عندنا هنا شوية كمون، نص راشودة، راشودة كاملة، بهارات مال كبة مشكلة. هسه نحمسها كل الزين. عندي هنا كوب جوز،
هسه نطفي عليها ونجي للعجينة. هاي عندنا هنا كبة الجريش والبرغل. شوفوا إذا تحتاج مي نحط لها، إذا ما تحتاج نعجنها زين. هسه نحط عليها ملح وكمون شوية ونعجنها. هنا عجينة كبة الدقلاة. هنا همينة نحط لها ملح شوية كمون. هنا عندنا بوتيتايتين مسلوقة همينة، وهاي هنا عندنا بصلاية ناعمة صغيرة نثرمها ناعم، أو إذا بالخلاط نضربها بالخلاط وياها. أعجن الكبة وأرجع أشوفكم النتيجة الأخيرة ونبدي نشكلها وياكم. هاي عندنا بعد ما عجنتها وتماسكت، شوف العجينة ما شاء الله شلون متماسكة. هاي الجريش، وهنا عندنا البرغل نضيف له ملعقتين نشا حتى تصير مقرمشة، وهمين نعجنها. هسه نجيب زيت، هنا عندنا الحشو بردناه، وهاي العجينة كبة نشكلها بهالطريقة. ناخذ من الحشو بهاي الطريقة. هسه نسوي وياكم قطعة ثانية. طبعا دائما هي تطلع أول وحدة تجربة، فالثانية تاخذ الإيد تبدي بيها. نكبسها، وهاي الطريقة الثانية إذا تحبي تشكليها بهالطريقة، وانتي اختاري. واكو مدورة، بس اسوي وياكم واحدة مدورة. شوف القشر شقد ما رققنا بيها، ما شاء الله العجينة. براحة الايد ما شاء الله. هاي 3 نوعيات اللي تحبين انتي تسوين مثلها. هاي عندنا هسه نسوي الجريش. هنا كبة الجريش طبعا هي عراقية، فناخذ انا حسويها يعني نص دائرة، مو صغيرة وإنما نص دائرة.
اخذ عجينة ما عندي، اجيب هنا كيس نايلون، طبعا اسهل هذا الكيس افردها بيه، هذا عندي شيبة افردها بيها تصير قطعة حلوة مرتبة. نفتحها بالتساوي، ناخذ الحشو نوزع عليها، الأطراف ما نحط عليها حتى نقدر نقفلها، يعني ما تاخذ مكان، بهاي الطريقة. هسه نبدي ناخذ الأطراف نسدها مضبوط، طبعا هي إجباري تطلع واحدة صغيرة وواحدة أكبر، احنا نحاول ننعمها للعجينة بإيدينا بهالطريقة. وضع الجهة الثانية. هسه نجيب أي قبغ عندنا، يعني هالمقدار، يعني حتى الأطراف كلها نعدلها بالتساوي. هنا عندنا نضغط عليها نطلع الهواء كليته بداخلها، نشيل الزايد. هاي عندنا صارت ما شاء الله، نقلبها على الجهة الثانية، هاي الجهة الثانية. تحبين تسلقيها تحبين تقليها رأسا، بس ما تنضم بالمجمدة إذا ما مسلوقة، لأن تنفتح بالقلي. هسه أسوي وياكم وحدة ثانية. هسه أسوي وياكم كبة الجريش العادية السلق. هسه نفتحها، هاي وياكم كبة السلق. هاي سويت وياكم أنواع، وأنتو كيفكم تختارون اللي يعجبكم. بس أنا راح أكمل العجينة وإن شاء الله أشوفكم هاي عندنا هنا سويتها بهالطريقة. هاي هنا كبة الجريش وهنا كبة التقلاب. هسه راح نبدي نقلي وياكم. هسه هاي راح نبدي هنا، حطينا مي فايرة، نحط عليها ملح، ونحط عليها خاشوقة صغيرة صودة، بيكربونات الصودة. هسه نحط السلق،
ونحط زيت. نبدي بعد ما حمى الزيت نبدي نقليهم. هاي وياكم قلينا الكبة النوعين وهاي السلق، وهسه راح نصب الشوربة وياكم. شوربة وياكم، ما تحلى الكبة إذا مو شوربة، وبالعافية علينا وعليكم، أتمنى تعجبكم.